شرفت بيكم وبالبرنامج الجميل دوت اللي عامل صدى كويس جدا في اسكندريه. استضفتوا شخصيات كلها شخصيات يعني مرموقه في اسكندريه ولها اثر كبير في العمل الرياضي في اسكندريه. سنه الحياه التغيير. مين ينكر ان دوري في كل اللي اتعمل في النادي الاولمبي؟ تمام؟ اكيد. ولم يعني ما حصلش ان حتى مثلا اتقال شكرا. انا سعيد ما اعرفش كان في ايه. انت زي ما انت ويعني ما اتغيرتش في حاجه. كان في شيطان، بس لو حد بدا معايا بمشكله اكيد مش هسكت. انا سعيد هي زي ما بيقولوا ايه ضربه مرزبه، ان النادي عشان ينجح لازم الرئيس والمدير يبقوا متوافقين مع بعض. انا كنت بدعم عفيفي لوجهه نظر، انما ما كنتش ضدك، ما كنتش بحاربك، يعني ما كنتش واقف بقى ماسك حاطط تيشيرت احمد عفيفي. الباشمهندس راح طلب ان انا من عمرو شوقي اللي هو كان وقتها وكيل وزاره، طلب ان انا ما بقاش متواجد في الانتخابات. فخلاص انا ما بقتش مدير تنفيذي، وقفت بقى مع الكابتن صلاح وقفت مع الكابتن وليد، دي بقى حريه شخصيه. برضه بص يا كابتن صلاح، يعني هدي لك مثل. كابتن محمود الرمالي ماسك الملاعب، ماسك كام ملعب، وهو قال كده الباشمهندس طارق، وانا بقول له من هنا اهو، هو قال انا هتابع الدفاتر بنفسي. اللي كان يعني مرتب القعده اسامه جابر، واخد بال حضرتك، وكانت في بنك اسكندريه، وكنت انا مصطفى ابو زهره اسامه الشاذلي ناصر الشاذلي، احنا الاربعه. وهو الراجل كان عايزني اسانده، وانا وافقت مفيش مشكله ان انا اسانده. تمام. والراجل طلب مني ان انا افضل في منصبي، وانا رفضت ان انا افضل في منصبي، وانا بقولها كده اهو. قلت له ولا ثانيه هقعد في النادي الاولمبي، الموضوع بالنسبه لي مقفول. تمام. اتفقنا بقى على ايه؟ اتفقنا ده الطبيعي. هتاخد مستحقاتك، ده اقرها الكابتن ناصر، ده حقك. هتاخد مش هنكمل التصالح، مفيش مشكله. حتى الكابتن ناصر مشكورا قال لمصطفى ابو زهره، ويا مصطفى انا بقول لك كلام والكلام ده هيتذاع وعلى المسؤوليه وفي شهود كمان. مصطفى لو النادي ما فيهوش فلوس التصالح هدفعه انا وانت. والكابتن اسامه قال له طالما سعيد كده معانا احنا نقول مبروك، خلاص وخلصنا وتمام، ووقفت معاه. طلبت المستحقات الماليه، ده طبيعي. وانا كنت واخد 5000 وعد عادي ان فلوسي تمام وبتاع، وكان حتى طالع بيها ورقه من شؤون الافراد. اجتمعوا بيا، والكلام ده برضه انا بقوله اهو، اجتمعوا بيا كابتن ناصر الشاذلي، حسن مفيد، استاذ وائل قريره، احمد سعيد قطب، الخامس مين؟ عاصم زغلول. ده المجلس 5. انت بتقول مجلس وانا هكمل لك اللي حصل. سعيد طلباتك، قلت لهم طلبات احنا اتكلمنا فيها مع الكابتن ناصر. الكابتن ناصر قال لهم يا جماعه انا اتفقت مع سعيد 1 2 3، ويا سعيد احنا اهو 5 فيهم الريس، يعني كده احنا واخدين قرار. انا اتقال لي اشتكي. انا برضو راجل ايه بتاع قانون العمل والكلام دوت، ما فيش اشتكي يا كابتن سعيد عشان، وبرضو بقول بالاسماء، اتبعت لي مع محمود الرمالي اشتكي عشان احنا مش هنعرف نطلع لك مستحقاتك الا بقرار. ولا الفلوس بتاعت الاولمبي كانت هتطلعني فوق السما، ولا لما ما خدتهاش مش هلاقي اكل، الحمد لله زي الفل. انما هي الطريقه، انتوا مش عايزين تدوني مستحقاتي او حقوقي، خلاص مفيش مشكله. ما تدينيش ورقه، ما تدينيش ورقه. هو مين في الدنيا ما يعرفش ان انا ماسك الاولمبي 13 سنه؟ مين في الدنيا مش هيخش النادي الاولمبي هيشوف اسم سعيد عبد النبي على كل اللوحات اللي موجوده في الانشاءات؟ انا لو المجلس جابني وقعد معايا وقال لي ظروف النادي الماديه لا تسمح انك تاخد مستحقاتك وتنازل عنها، قسما بالله العظيم كنت اتنازلت عنها. استاذ احمد عفيفي عمل، وانا مش بجندله، انا كنت شريك معاه وكنت ماشي معاه المشوار ده. والراجل كنا نبقى ماشيين من النادي الساعه 1:30 بالليل، الصبح الفجر يصحيني يا استاذ احمد اتفضل انزل رايحين القاهره. تمام. عمل سنه مغطاه، عمل مركز خدمات، عمل المطعم اللي هو دلوقتي اللي كان بيلا، عمل حديقه الاطفال، عمل سيخ مشوي، عمل بنيه تحتيه. طبعا انا برضو
بالشيء يذكر للفريق احمد صابر سليم اللي برضه ليه ايادي بيضاء وليه علامات يعني سهامات كبيره جدا في النادي الاولمبي. هو كان صاحب الطفره الاولانيه في قصه الصاله، وهو الراجل ربنا يديله الصحه اللي حط حجر الاساس مع الوزير حسن صقر. يعني استاذ احمد عفيفي اكتر واحد عمل انجازات على الارض. اللي نيجي بعد كده ماشي نشوف كل واحد عمل ايه، ولا بشوف حاجه. يعني انا ما اعرفش ايه اللي عملوه ايه اللي ما عملوش. يعني ممكن اقول لك طارق السيد عمل ايه انجازات إيه كانشاءات، اقول لك عمل التراس وعمل حمام السباحه اللي هو ال 50 متر. في فرق بين اريز وديليت في الكمبيوتر. ديليت ممكن ترجع، اريز دي بتلغي خالص. انا جيت المجلس واحنا في الممتاز، تمام، في الدوري الممتاز، مظبوط يا كابتن؟ تمام. نزلنا درجه ثانيه، ده ايه؟ فشل. اللي بيعمله محمد بن مسلحي ده محدش يقدر عليه ومحدش يعرف يعمله غير الاستاذ محمد بن مسلحي. خلينا نعترف ان الاولمبي ده مش الاولمبي بتاع 65 66. تمام اكيد، هو نادي كوره بس مش هو بتاع 65 66. يبقى الفريق خد دوري، والفريق احمد صابر سليم طلعه دوري ممتاز. اقل واحد في نادي الاتحاد والكابتن وليد وحضرتك تعرف الكلام دوت. ممكن واحنا قاعدين كده كل واحد يطلع مليون، كل واحد هيطلع مليون. مظبوط، دي حقيقه. في الاولمبي اكتر كمان. في الاولمبي مش هيحصل الكلام ده. انا عايز اقول لحضرتك ما لسه راجع واحد اسمه حسن عبد القادر. طب ما هو واخد حكم ورجع. ما احنا عندنا الحالتين، حاله الاستاذه ماجده وحاله حسن عبد القادر. طب حسن عبد القادر رجع والاستاذه ماجده ما رجعتش. ايه اللي في النص احنا مش فاهمينه؟ مش عارف. انا بسمع ان الاستاذه ماجده معاها احكام. تمام، معاها احكام واجبه التنفيذ. زي ما دخل حسن نفذ، ما تخش هي وتنفذ. هو الناس لما راح حسن ما قالولوش لا اطلع بره، ولا الكلام ده مش مظبوط. لما اجي انا مثلا اعلق قرار ويروح جاي رئيس النادي او عضو من اعضاء مجلس الاداره يشيل الايقاف، فانت خلاص كده خلاص بقى العضو هيخش يضربها. انا بقول يا جماعه الكابتن ابراهيم الشيخ قيمه كبيره جدا في النادي الاولمبي. الكابتن ابراهيم الشيخ وانا برضو مش بجندله او بقول كلام عشان هو صاحبي، لا. ابراهيم الشيخ كان عضو مجلس اداره. ابراهيم الشيخ كان ماسك مدير كرة اليد متطوع. ابراهيم الشيخ ليه اسهامات ماليه في النادي انا شاهد عليها. اسهامات ماليه ما كانش يعني بيديها ما بتتردش تاني. ابراهيم الشيخ ليه مواقف سل في النادي في عز الازمه وفي عز الثوره، كان ليها اكتر من 180,000 جنيه. ابراهيم الشيخ كان بيسيب فلوس في خزنتي لما يبقى في موقف لعامل او لحد يتصل بيا سعيد ادوا فلان. دي مواقف يعني انا بقولها لان انا عشتها. احنا حطينا سنه وانا بقولها يعني ان احنا ممكن نهين رموزنا. ابراهيم الشيخ رمز من رموز النادي الاولمبي ورمز من العمل الاداري كعضو مجلس اداره وكنائب لمجلس الاداره. كان يقول سعيد نجلاء محدش يقرب لها، دي وصيه الكابتن ناصر الشاذلي. بيتهيألي في حد بيلعب دور خفي عشان يفضل الدنيا مولعه كده. ليه كل مجلس يبقى عايز يولع في المجلس اللي قبل منه؟ ليه؟